في ناس كتير بتستغرب لما بيشوفوا شركة أعلنت أرباح قوية وسهمها بدل ما يطلع تلاقيه بينزل، وساعتها أول سؤال بيجي في دماغهم: هو إزاي ده بيحصل؟ ما المفروض الأرباح الكويسة دي ترفع السهم. بس الحقيقة إن السوق مش بيبص على الرقم في حد ذاته، السوق بيقارن بين النتيجة والتوقع. يعني خليني أوضح لك بمثال بسيط. تخيل كده إن شركة زي أبل مثلا، السوق كان متوقع إنها تحقق أرباح 10 مليار دولار في الربع ده، لكن وقت الإعلان طلعت الأرباح 9.8 مليار. انت كمتداول ممكن تبص وتقول 9.8 ده رقم ضخم، ايه المشكلة؟ لكن بالنسبة للسوق ده مش خبر كويس، بالعكس دي خيبة أمل صغيرة كده. ليه بقى؟ لأن السوق كان متجهز على رقم معين، ولما النتيجة جت أقل منه حتى لو بفرق بسيط، المستثمرين الكبار بيفسروها إن الشركة أدائها أقل من المتوقع، فيبدأوا يبيعوا السهم. نفس الفكرة بتحصل بالعكس، ممكن الشركة تحقق أرباح أقل من السنة اللي فاتت، بس لو كانت التوقعات أصلا بتقول إن الأداء هيكون أسوأ من كده، وساعتها الشركة طلعت بأفضل من المتوقع، السوق بيفرح والسهم بيطير. يعني ببساطة الموضوع مش في الأرقام، الموضوع في المفاجأة. السوق دايما بيكافئ الشركات اللي بتكسر التوقعات، مش اللي مجرد بتحقق أرباح كويسة. وده نفس اللي بنشوفه في الأخبار الاقتصادية. مش مهم إن رقم البطالة نزل أو زاد، المهم هو مقارنة بإيه. يعني هل الرقم ده أفضل ولا أسوأ من اللي السوق كان متوقعه؟ لأن السوق بيتسعر على التوقعات قبل الحدث، وأي مفاجأة بتحصل بعدين هي اللي بتحرك الأسعار فعلا. فالمحلل الحقيقي مش بس بيقرأ البيانات، المحلل الحقيقي بيقارنها بالتوقعات ويشوف هل النتيجة فيها مفاجأة للسوق ولا لأ. وده السبب اللي بيخلي متداول فاهم يدخل الصفقة في الوقت الصح، ومتداول تاني بيفضل مستغرب هو ليه السوق اتحرك عكس الاتجاه اللي هو كان شايفه منطقي. السوق مش دايما بيمشي بالعقل، السوق أحيانا بيمشي بالإحساس، بإحساس المفاجأة. وده اللي لازم تفهمه لو عايز دايما تبقى سابق بخطوة.